بالنسبة للوثائق المتعلقة بقضية الصحراء هي متوفرة جدا 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 في المغرب. وحينما أقول الصحراء أعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا. المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وأؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين. سرقتوني رئيس الجمعية سرقتوني سيد العامل صاحب الجلالة، الحضور أيها الحضور الكريم، أود في البداية أن نقدم الشكر الجزيل للسيد المستشار صاحب الجلالة السيد أندري الجلالي على هذا الفيديو نرى فيه دبلوماسية إسرائيلية تدعى شارون بارلي أثناء محاولة حارس من إخراجها من القاعة في أثناء الحفل الافتتاحي للاجتماع السنوي للاتحاد. وتشغل شارون منصب نائب المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية. كانت حتى وجود موريتانيا غلط. دعا جلالة الملك إلى مسيرة بالملايين. إذا دعا للجهاد بأي شكل، إذا دعا للجهاد بالمال، العلماء المغرب دعاة المغرب مستعدون أن يذهبوا ويقيموا بالأسابيع والشهور في الصحراء وفي تندوف. نحن لا نقيم مسيرة فقط إلى العيون، بل مسيرة إلى تندوف. في واحة العروضة دائرة بن يميف ولاية بشار قامت السلطات المحلية بغلق المنافذ، فإن وحدات حراس الحدود جاهزون للمحافظة وحماية حدودنا الوطنية من أي تهديد مهما كان مصدره. ورغم كل ما يحاك ضد الجزائر هنا وهناك، إلا أن مبادئها تبقى ثابتة في حسن الجوار والاحترام المتبادل، لكنها في نفس الوقت عصية على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها. المخابرات المغربية بطبعها لما يخرج جزائري يغادر البلد، سواء كان ينتمي للمؤسسة العسكرية أو ينتمي إلى السلك الدبلوماسي أو أي مؤسسة حكومية في الجزائر، تحاول المخابرات المغربية احتواءه. من أنا مشيت إليها وأعددت تحقيق صحفي هناك، ولم أجد صحراوي واحد يقول على أنني مغربي. لم أجد صحراوي واحد يقول أنني مغربي. في الداخلة التي يحتلها المغرب. النظام المغربي رسمي يجي مسؤول يمون مثلا
مثلا واحد معارض جزائري هذا يضر حتى الجزائر معلوم بصح. الحل شنو؟ انك تخلي الشبكات لبعضها، رئيس جمعيه عندك علاقات مثلا معايا انا ندير فيها علاقات اخرى، والفلوس اللي تتصرف خليها على حساب الدوله. ما دام تلقى مصلحتك مع مصلحتي تحالف معاك، ما نتحالفش معاك بطريقه علنيه باش تضرني عند هذا الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اكبر حاجه ندير له الحساسيه تحس واحد يتحالف مع الخارج بصح لتحت نتحالف معاك. انا اللي كيتعاونني نصبح انا رئيس جمهوريه الجزائر، هذا اول قرار نصدروا طرد البوليزاري فوالا وتغيير موقف الجزائر. كيفاش نوصل اني ندير شبكه في داخل النظام الجزائري. بهذه الطريقة تختزل المشهد في تغريدات وأشياء في شبكة التواصل الاجتماعي، مما يوحي أن هناك في إسرائيل انزعاج كبير من الجزائريين. وأمر آخر أن توحي بهذه الطريقة أن تطبيع إسرائيل مع المغرب هدفه الجزائر، هكذا قالت السلطات الجزائرية، هكذا عبر الجزائريون. ماذا تقول لهم أن التطبيع مع المغرب ليس هدفه استهداف الجزائر؟ من المفروض أنت تقول أنه طبعنا مع المغرب، علاقاتنا مع المغرب، نحن ليس هدفنا ضرب الجزائر أو أمن الجزائر أو استقرارها، لكن بكلامك هذا نسلح ونعفعل توحي بأن التطبيع هدفه الجزائر وليس هدفه علاقات سلام مع المغرب. إذا هذه الفكرة هذا ليس صحيحا. أول شيء إذا هذه الفكرة التي بياخدوها من كلامي هذا غير صحيح، هذا خطأ، وهم يقعون أو وقعوا في ذات الخطيئة اللي هم عملوها. أنا لست معادي للجزائر وحتى للنظام، لست معادي إذا صمت ولن لا يشتمنا ولا كل اللي قلت لك إياها. هذا تصور خاطئ من بعض الجزائريين. نحن هذه الأفكار التي يكتبونها بعض الشباب الجزائريين تؤدي إلى شيطنة إسرائيل، شيطنة اليهود مثل كرة الثلج. لذلك أتمنى إنه لو بيصير شوي تعاطف مع الفلسطينيين، ما عندي مشكلة، لكن خففوا شوي من الحقد في شبكات التواصل الاجتماعي، حتى كمان بالجورنال، حتى بالصحف الرسمية بشوفها. فحماس هي عبارة عن ميليشيا إيرانية، والقضية تتحرك وفق أوامر إيرانية. أود أن أبدأ من خلال إعادة التشديد على إدانة المغرب للهجمات الإرهابية التي حدثت الأمس في الحديرة، وأتقدم بتعزية الحارة لأهالي الضحايا. أنا ابن مجاهد وحفيد أحد المقاومين مع الشيخ بوعمامة رحمه الله، ووالدي من مجاهدي الثورة التحريرية في الولاية الخامسة، وعمي شهيد، والعائلة نتاعي قدمت عشرات الشهداء. احنا الدولة دارت لنا مونيمون في مطمر ولاد مبارك جيت لا 8 بيبي، وفي عين بن خليل. مدينة الوهران العزيزة مدينتي ومسقط رأسي، وللأسف خصوصا وأن ننتمي إلى منطقة احنا مشرية حميان والبيرين عقلية واحدة وكلام واحد، حتى اللهجة نتاعنا متقاربة. الخبير في ملف الصحراء. عام 1983 خديتي الإجازة في التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، خديتي دبلوم الدراسات المعمقة في موضوع حول الصحراء المغربية. بعد مشيتي لباريس لتحضير دكتوراه في موضوع كذلك عنده علاقة بالصحراء. رحلة بحث طويلة على الوثائق المتعلقة بقضية الصحراء. واش سهل تلقى الوثائق المتعلقة بهذا الملف؟ أنا دابا راني 27 عام وأنا كأستاذ جامعي، كتحشم ملي كيسولوك التلاميذ ديالك تيقول لك باش الصحراء مغربيه، اش تقول لي؟
اش تقول لهم؟ قول انت بقى. في المسار ديالك التنقيبي على الوثائق باش تحضر الدكتوراه، شنو اذا بغيت نقول اثمن واهم الوثائق اللي قدرتي توصل ليها؟ جلت في المغرب، هبطت للصحراء، كنمشي عند الاعيان ديال القبائل، دخلت الخزانه العامه، الخزانه الملكيه، الخزانه الصبيحيه ديال ال سعود، خزانه داوود، ما لقيتش. مشكل كبير، ما كاينش الوثائق. ما كاينش الوثائق. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. رجعت رمضان ديال قسم الوثائق، الخزانه العامه ما كانش. اييه. بعد في وزاره الخارجيه جيت للثقافه، تلقى تقارير تفيد على ان هناك مجموعه من الظهائر كانت عند المغاربه اما سلبت من طرف المستعمر ولا حرقها ولا داها ولا غبر. لكن غادي دير مجهود على كل حال اكيد، وغتقدر تحصل الوثائق الاولى اللي ربما فاجاتك دكتور بالحداد. شنو هي؟ قلت لك شنو كانت الوثيقه الاولى اللي فاجاتك؟ وشنو كانت هذه الوثيقه دكتور؟ تلقاها الظهير ديال السلطان مولاي الحسن الاول، انتبه معايا، باش كيعين الشيخ العينين نائب سلطاني على الصحراء عام 1879. اذا كان نائب سلطاني ديال المغرب في تفيلات عيون على الحدود باش ما يدخلوش الترك ماشي الجزائري. مزيان. عام 1879 اذا كان نائب سلطاني ديال المغرب في تفيلات عيون على الحدود باش ما يدخلوش الترك ماشي الجزائري. مزيان. قالك السلطان في مراكش عين في 1879 ماء العينين نائب للسلطان في تفيلات باه يمنع دخول الاتراك الشيخ راه محطوا في الجزائر العاصمه قبل هذا التاريخ بثلاثه قرون، وفرنسا راهي دخلت والثورات الشعبيه راهي ناضت في الجزائر. اي استغفر مولاك. الله يبارك عمر سيدي. لا مولاك ربك اللي تستغفروا ماشي مولاك سيدي.